دعوى النشوز، وإيه هي أسباب رفض الدعوة دهيّة، وكمان إيه هي الإجراءات اللي أنا باعملها عشان أرفع دعوى النشوز. تابع معايا الفيديو للآخر وحضرتك هتعرف الإجابة. القانون زي ما إدّى للزوجة حق إنها تدافع عن نفسها في حالة سبّها أو شتمها أو ضربها من الزوج، برضه إدّى للزوج حقه في حالة إن الزوجة المفترض إنها بتطيع زوجها، ففي حالة لو إن الزوجة ديّة خرجت من المنزل بدون إذن زوجها أو طلعت من منزل الزوجية وهي غضبانة بدون أي سبب أو بدون أي وجه حق، فمن حق الزوج في الحالة دهيّة إنه يطالبها بطاعته وإنها ترجع في منزل الزوجية. في الحالة دهيّة الزوج بيقدّم حاجة اسمها إنذار طاعة، وطبعًا إحنا عملنا عليه فيديو قبل كده، بيقدّم إنذار الطاعة دوّة للمحكمة وبعد كده بيطلبها في إنذار الطاعة دهوّة إنها ترجع إلى طاعته. وطبعًا لها حق الاعتراض على إصدار الطاعة دهيّة لو إن الكلام بتاع الزوج دهوّة مش مضبوط. في الحالة دهيّة بتعمل حاجة اسمها اعتراض على إنذار الطاعة. طب إيه هي الحالات اللي بيتم فيها رفض دعوى النشوز؟ في حالات كتيرة جدًا القانون حددها وقال إن في الحالة دهيّة بيتم رفض دعوى النشوز، وأول حاجة وهو إذا كان الزوج دهوّة في الإعلانات بتاعته أعلن الزوجة على عنوان آخر بحيث إن الإعلان ما راحلهاش بإنذار الطاعة. تاني حاجة لو إن المسكن أو المنزل اللي هو بتاع العيشة بتاعة الزوجين غير ملائم للسكن أو صالح للسكن أو مسكون بسُكنى الغير. تالت حاجة لو إن الزوجة في الحالة دهيّة قدّمت نفسها للطاعة أو الدخول في طاعة زوجها في خلال فترة ال30 يوم اللي هم بعد إنذار الطاعة. ورابع حاجة والأخيرة وهي إن لو اتحقق إنذار الطاعة وتبين إن المسكن غير ملائم للسكن بالنسبة للزوجة. في الحالات ديّة كلّها بيتم رفض دعوى النشوز. طب إيه هي الإجراءات اللي أنا باعملها عشان أرفع دعوى النشوز؟ طبعًا حضرتك كزوج بتقدّم إنذار بالطاعة للزوجة في حالة بتقدّم بورقة لمحكمة الأسرة طبعًا، بتعمل لها إنذار بالطاعة، في الحالة دهيّة لها الحق إنها بتعترض زي ما إحنا قُلنا 30 يوم من تسلُّمها الإعلان، لو ما اعترضتش بتُعتبر ناشز. لو اعترضت واتحققت القضية زي ما إحنا قُلنا وشهود وطبعًا الخبيرين بتوع المحكمة ثبتوا إن السكن دهوّة ملائم ولكن إن الزوجة بترفض الرجوع، ففي الحالة دهيّة بيثبت عليها النشوز. وطبعًا النشوز دوّة بيترتب عليه إنها بتتنازل عن جميع حقوقها الشخصية والشرعية والمالية. خلصت معلومتنا النهارده، ويا رب تكون كانت مفيدة بالنسبة لكم، ولو كانت مفيدة شيّر الفيديو واعمل أعجبني ولايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.